طبعا انت بقى شغلك كلام اليومين دول. ها، والناس تقول لك فين حقوق الانسان، فين البني ادم، ده ذكوري دي انثوية، ده بيحب الرجالة دي بتحب الستات. وكنا فاكرين ان الكلام ده تقاليع اليومين دول. تمام. لكن دي مش الحقيقة خالص. زي ما انت شفت كده في عنوان الحلقة، هيكون كلامنا النهاردة عن توماس هوبز والكائن الإنساني. في الأول خالص اللي كان بيتكلم على الحاجات المنتشرة اليومين دول واللي أنا شايفها تقاليع جديدة، هي أساسا كمان مش جديدة خالص، هي قديمة. لأن توماس هوبز كان بيتكلم عن ده في أغلب فلسفاته. خلينا نقول إن النهاردة هيبقى الحلقة عن توماس هوبز، الفيلسوف الإنجليزي المشهور جدا، من أشهر الفلاسفة الإنجليزي اللي أنت ممكن يعني تشوفهم أو تقابلهم. توماس هوبز الفلسفة بتاعته كان لها أكتر من نقطة. تمام. أهم النقط دي هي إيه؟ خلينا نبدأ كده ونشرح واحدة واحدة. توماس هوبز كان بيتكلم عن الحالة الطبيعية للبشرية. يعني ايه الحالة الطبيعية للبشرية؟ بيقول لك البني آدم أساسا ده كائن فوضوي، ده حد بيحب يخرب كل حاجة، ده حد بيحب يتخانق في طوب الأرض، بيحب يشغل كل حاجة، بيتخانق في دبان وش، هو ده الإنسان. تمام. وبتحركه حاجة واحدة، هي غريزة، غريزة البقاء. الإنسان بيحب دايما إن هو يفضل حي، يفضل عايش، يفضل على قيد الحياة. تمام. تاني حاجة بيقولك أصل المعرفة هو بيرجعها للخبرة الحسية. يعني إيه الخبرة الحسية؟ يعني هو بيتكلم إن المعرفة عند البني آدم راجعة للحواس. بيشوف إيه، بيلمس إيه، بيسمع إيه، كل ده. وطبعا هوبز كان من أكتر الفلاسفة اللي كانت مناصرة لدور العقل، و... و... وقد إيه هو كان مفيد جدا في إن العقل بيساعد الإنسان على إنه يفهم العالم اللي حواليه. تمام. حاجة كمان كان من أنصارها برضو توماس هوبز هو العقلانية والتعاقد الاجتماعي، وربط بينهم جدا في أغلب مؤلفاته. لأنه آم، الإنسان لما بيشغل دماغه بيعرف ما يتخانقش مع اللي جنبه. تمام. ولما بيعرف إن الخناق ده غلط ومش صح، بيميل أكتر لأن هو ي... ما يحبش إن هو يتخانق مع الحكومة، ما يحبش إن هو يتخانق مع المؤسسات الحكومية اللي موجودة، ما يحبش إن هو يصير الفوضى. رجعنا تاني لأول الحلقة. آم، العقلانية والتعاقد الاجتماعي بالنسبة لتوماس جوبز هي من أهم الحاجات اللي ممكن تساعد في إنه تطور المجتمع وتخليه دايما مستقر ومستمر. لأن هو كان بيشوف إن الإنسان، أو زي ما رجعنا برضو لأصل الحلقة، الإنسان هو بيميل للفوضى، مش بيحب خالص إن هو يبقى مش بيحب خالص إن هو يبقى سوي. يعني لأ، هو دايما بيميل للفوضى، لأن هو شايف إن الإنسان كل ما بيتخانق، كل ما بيعمل خناق، هو كده على قيد الحياة، هو كده حامي نفسه من الموت. تمام. فالنقطة دي بالذات خلينا برضو نكون محددين شوية. العقلانية والتعاقد الاجتماعي، هو كان بيشوف إنه الإنسان لما يشغل دماغه ويفهم العالم اللي حواليه هيبقى متصالح مع الحكومة بتاعة الدولة. خلينا برضو نكون واقعيين، توماس هوبز كان في حكومته حكومة بريطانية، وفي الوقت ده كان لازم هو يقول كده في أغلب مؤلفاته. كان بيشوف إن الإنسان لما يفهم نفسه ويفهم المجتمع اللي حواليه هيقدر يتصالح مع الحكومة، فمش هيبقى في مشاكل، هيبقى في عقد اجتماعي. تمام. العقد ده بينص على ايه؟ بينص ان انتوا كحكومة هتحفظوا واجباتنا، واحنا هنعمل حقوقنا تجاه الوطن. دي من اهم الحاجات اللي كان بينادي بيها هوبز في فلسفاته. رابع حاجة معانا هي ضرورة الحكومة الفردية. تمام. يعني ايه؟ يعني هو كان بيقول ان الحكومة لازم تكون حكومة واحدة، حكومة فردية. تمام. لما الحكومة دي تكون حكومة واحدة، حكومة فردية، هتقدر تفرض سيطرتها على الدولة كلها، فمش هيحصل نزاعات أو مش هيحصل صراعات. نرجع تاني لنفس النقطة. هو مش حابب إنه يكون في البلد دي خناقات أو خلافات بسبب أطياف أو مذاهب. لا، هو كان بيقول إن الحكومة لازم تكون حكومة فردية، تقدر تبسط إيديها على كل الدولة فتسيطر عليها، فما يحصلش أي مشاكل أو نزاعات. تمام. بس لما قال كده هوبز برضه حذر من حاجة تاني، وده هينقلنا للنقطة الخامسة، وهي إيه؟ تحذير من التراكم السلطوي. يعني إيه الكلام المجعلص ده يا فادي؟ يعني هو كان بينادي دايما بإن السلطة تبقى متوزعة على الطبقة الحاكمة. تمام. فلما السلطة دي تتوزع على الطبقة الحاكمة، هو هيفهم إنه كده صح، إن الطبقة مش متركزة في سلطة حد واحد، مش يبقى حد واحد هو اللي في إيده كل السلطة. هو ده تراكم السلطة أو تركيز السلطة. يعني إيه؟ يعني البني آدم ده حاكم، بس معاه ناس تاني، وزراء بقى، نواب كده.
السلطة مش في ايدين حد واحد، لا في اكتر من حد، علشان نقدر نسأل الناس دي كلها انتوا عملتوا فينا ايه كشعب. لكن لما تبقى في ايد حد واحد هو بيشوف ان ده غلط كبير على الدولة، وهيؤدي برضه للصراع بين الاطياف وطبقات الشعب. تمام. ايه تاني؟ نروح برضو لرقم 6، النقد الديني والملكية الفردية. النقد الديني والملكية الفردية، الملكية الفردية، سوري، الملكية الفردية. هو كان بيقول ان ما ينفعش الدين يتحكم في السلطة. ده توماس هوبز، وزي ما قلت لكم برضه ان توماس هوبز فيلسوف انجليزي، فهو كان في الفترة دي كان شايف انه ما ينفعش الدين او السلطة الدينية يعني، المتمثلة طبعا في الوقت ده في اوروبا كانت الكنيسة، هو كان بيشوف ان ما ينفعش الكنيسة تبقى هي المتحكمة في السلطة، هي يبقى ليها الكلمة العليا والأخيرة في الموضوع. لا، هو كان بيشوف ان لا، الدين يبقى للدين، رجال الدين تفضل للدين تركز في السلطة الدينية بتاعتها، ورجال السياسة هم اللي يهتموا بشؤون الدولة. لكن الاتنين يدخلوا مع بعض دي حاجة مش صح خالص. تمام. رقم 7، الدور الاقتصادي للحكومة. هو برضو كان على قد ما كان بيقول إن الشعب لازم يبقى متصالح مع نفسه وما يعملش صراعات، كان بيؤدي بدور الحكومة الاقتصادي، لأن الحكومة دي لازم توفر للناس الأمن الاقتصادي. لازم ما تخليش الناس معاش فلوس، لا لازم تبقى مركزة في حتة الاقتصاديات دي. يعني إيه؟ يعني تخلي الناس تبقى، خلينا نقول مرتاحة شوية ماديا، أو تبحث في، أو يبقى عندها دخل ثابت مثلا. من خلال الدخل ده هو بيقول إن الحكومة لازم تكون موفرة الأمن الاقتصادي ده علشان ما يحصلش صراعات بين الشعوب. تمام. دي كده كانت أهم حاجات عنده. هو بصراحة فيلسوف مهم جدا، أنا بدعوكم يعني إن انتوا تقروا له، لأنه ليه كتابات مهمة جدا. طبعا هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن المصادر بتاعته. طيب نراجع تاني. توماس هوبز كان بيحكي في إيه؟ كان بيتكلم في 7 نقط. تمام. ال7 نقط دول هي حالة الطبيعة البشرية. بيقول إن البني آدم بيميل أكتر لأن هو يبقى متصارع، بيميل أكتر للعنف للفوضى علشان يضمن بقاء، علشان يضمن استمرار. تاني حاجة، أصل المعرفة الخبرة الحسية بالنسبة له، إن البني آدم بيحس وبيدرك بالحواس وبالعقل علشان يقدر يفهم العالم. بينما بعد كده فكرة العقلانية والتعاقد الاجتماعي، إن الإنسان لما يفهم نفسه ويفهم اللي حواليه هيتصالح مع الحكومة ومع السلطة العليا اللي موجودة في البلد. تمام. بعد كده نروح لرابع نقطة، ضرورة الحكومة الفردية لتجنب الحرب المستمرة. لازم تكون حكومة واحدة بس موجودة في الدولة عشان تفرض سيطرتها عليها كلها، فلما تفرض سيطرتها مش هيحصل حروب أو مش هيحصل نزاعات بين طبقات الشعب. ايه تاني. آم، خامس حاجة، تجنب التراكم السلطوي. هو كان رافض تماما ان يكون السلطة العليا في ايد شخص واحد بس. ده كان توماس هوبز بيكره حاجة زي كده خالص. لا، السلطة في ايد طبقة كاملة، بحاكم، بوزراء، بنواب عنهم، علشان تبقى السلطة في ايدين الناس دي كلها، مش في ايد واحد بس متركزة في ايده، والا هيطمع فيها وهيهدر حقوق الشعب. وده كان رفضه خالص توماس هوبز. بعد كده النقد الديني والملكية الفردية. تمام. هو كان كاره خالص لفكرة إن الدين يتحكم في السياسة. لأ، هو بيقول الدين للدين والسياسة خليها للسياسة. رجال الدين أو البابوات بتوع الكنيسة في أوروبا ما كانش ينفع خالص إن هم يتدخلوا في السياسة بالنسبة له. رقم 7 والأخيرة، الدور الاقتصادي للحكومة. هو كان بيشوف إن الناس مش هتتخانق مع بعض، أقصد الناس بالشعب يعني، مش هتتخانق مع بعض خالص لسبب واحد، إن هم مؤمنين اقتصاديا. فبما إنهم مؤمنين اقتصاديا مش هتحصل نزاعات، لكن لو مش مؤمنين هتحصل نزاعات وهتؤدي لحروب طبعا. دي كده أهم 7 أفكار في فلسفة توماس هوبز ونظرته للإنسان. خلينا برضو نقول المصادر اللي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن: العقل البشري وملفات الحرب والسلم، تأليف توماس هوبز. تاني كتاب فيلوسوفيا موراليس، برضو من أهم الحاجات اللي أنت ممكن تقراها ليه، هتفيدك جدا في فهم أغلب سياساته في الدولة يعني. وبس ده كان توماس هوبز. وبرضه هسيب لك لينك الحلقتين اللي فاتوا تحت، بتاعت نيتشه وبتاعت فرانسيس بيكون، هسيبهم برضو تحت في الديسكريبشن. واكتب لي في الكومنتس قول لي ايه رايك في الحلقه، وما تنساش بقى شير لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي. وبس. سلام.